ازيكم يا شباب، ايه الاخبار؟ اتمنى تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده هنتكلم على السيرش والسورت فانكشناليتي. هنقدر احنا نخلي التيبل يقدر ياخد اول حاجه ليبلز مخصصه ليه، وكمان يقدر اللي هو يسيرش ويسورت الكولومز اللي هو زي مثلا تكست كولوم او الاي دي او بوليان فاليوز على حسب ما انت عايز تعمل ايه بالظبط. فتعالى كده نشوف اول حاجه معانا وهي السورت كولومز. في اكتر من شكل للسورت، ولكن ده اكتر حاجه متعرف عليها اللي هو sortable، وده بيخليك تعمل حاجة اسمها increase أو decreasing sortable، وده بيخليك تعمل حاجة اسمها ascending أو descending sortable. فتعالوا كده نجرب من هنا PHP Arts and Serve. خلينا مثلا في الكاتيجوريز عاوزين نخلي مثلا الحاجة دي تكون sortable. فهنعمل ايه؟ كل الحكاية ان احنا هنروح على ال app filament category resources، وهنا في التيبل column هنضيف ايه؟ هنضيف هنا مثلا sortable بالشكل ده. ممكن كمان نضيفها في السلاج، يكون السلاج برضو sortable. ممكن نضيفها كمان في colors. احنا لو عملنا refresh كده هنلاقي ان كل ده نقدر ان احنا نعمل حاجة اسمها ايه table sort direction ascending، وهنا ايه descending. نفس الحكاية في السلاج، نفس الحكاية في colors. في بقى اكتر من طريقة في السورت، عن طريق مثلا ان انا ابعت له accessors زي first name و last name. ده في حالة لو انا عامل accessor للفول name. طيب في برضو custom sorting، زي مثلا ايه اعمل query builder خاصة بي انا. والحاجات دي هندخل فيها بس بشكل متعمق في المستقبل ان شاء الله، لان الحاجة دي هتكون advanced شوية عن الامثلة اللي احنا عاملينها حاليا. هنا الديفولت سورت ممكن اخليه descending على طول، ممكن اخليه ascending على طول على حسب ما انا عاوز. يعني مثلا هنا زي ما انتوا شايفين لو انا مثلا رحت على categories هتلاقوا هو دايما descending. انا ممكن اغير الديفولت بتاعه واخليه default sort. مثلا الديفولت سورت للنيم ascending. تمام. فانا هنا لو عملت refresh المفروض هو كده by default. طب لو عملت بقى العكس descending، لو عملت refresh المفروض اللي هو كده بقى ايه descending by default طول الوقت. تمام. هنا ممكن برضه اضيف ال ID columns text column لل ID، او مثلا ID اعمل refresh. هي باينة اكتر كده مع ال ID صح؟ تعالى بقى ندخل على ال searching. خلينا ناخد مثال تاني وهو مثلا البوست. البوست مثلا انا ممكن اخليه يعمل سيرش فين؟ ممكن اخليه يعمل سيرش في التايتل، ممكن يكون sortable، ممكن يكون searchable في نفس الوقت. ده بالنسبة للفيرشبل. هيعمل ايه عندي وانا كده رحت للبوست؟ هتلاقي ان هو عمل سيرش كده. لو انا جيت اغير حاجة فيه، انا مثلا دورت على بي اتش بي هلاقي ان هي مش موجودة. طيب لو انا دورت مثلا على فيلامنت هلاقيها موجودة قدامي ايه. بالإضافة اللي هو عمل هنا للتايتل descending و ascending sort. نفس الحكاية ممكن أضيفها للسلاج، وبرضه ممكن أضيفها للكاتيجوري. أعمل كده فورمات. يبقى أنا كده عندي أكتر من حاجة ممكن أعمل لها sorting. ممكن أبحث بالكاتيجوري. ثانية كده ممكن أغير الكاتيجوري هنا وأخليها مثلا PHP Laravel. تمام. وأعمل كده save. بعد كده أروح على البوست تاني. لو أنا هنا كنت ببحث عن بي اتش بي ما كانش بيجيب لي حاجة، بس أنا لو بحثت عن بي اتش بي هلاقي إن هو طلع لي النتيجة. تمام. طبعا انت لازم تضيف اكتر من بوست عشان يبقى في كده الحاجة باينة قدام منك، ولكن هنا انا بس بديلك مثال. طبعا انت مش لازم تعمل سورت ولا اي حاجة للسب نيم، ولكن ممكن تعمل سورت برضو للببلش بحيث ان انت تعمل سورت للستيتس ذات نفسها. وهنا ممكن تخليها كمان تجربل. هنتكلم على تجربل دي. لو انت كده عملت ريفرش هتلاقي ان هو مثلا حد في الادمن عاوز يشوف بس الحاجات اللي هي يقدر يشوفها. يعني مثلا مش فارق معايا كادمن ان انا اشوف هي ببلشت ولا لا، انا فارق مثلا اشوف ان هو مثلا ايه
التايتل والسلاج والكاتيجوري مثلا. فانا هنا هروح اتك كده على ببلش، هلاقي قدام مني ان ببلش اتشالت. ليه بقى؟ عشان انا هنا كتبت ايه؟ توجلابل. تمام. طب لو انا مثلا عاوز اخلي التوجلابل دي موجودة مثلا في السبنين برضو، وفي نفس الوقت موجودة في، ممكن احطهم كلهم. ليه لا اللي انا اخلي الادمن يتحكم في كل دول؟ ممكن اخليه بقى يبين الاي دي والتايتل والسلاج ومش عارف ايه والسب نيم وهكذا والببلش. او ممكن نخليه يشيل مثلا الاي دي والسب نيم والببلش، بس يخليه مثلا ايه على الكاتيجوري والتايتل والسلاج على حسب ما هو عاوز. طيب هو هنا انا عاوز مثلا ايه باي ديفولت الاي دي مثلا ما يكونش موجود، يعني هو يكون تجربة موجود. تمام؟ انا كده عملت بس ايه ريفرش، خليتهم كلهم يبانوا. فانا هنا هعمل ايه is toggle hidden by default واخليها هنا true. معنى كده ان هي by default هتكون hidden، ولكن اقدر ان انا ايه اظهرها لو انا عاوز اظهرها. يبقى انا اخدت اكتر من حاجه دلوقتي، السورتبل والسيرشبل والتوجبل، وعرفت كمان ان انا ممكن اخلي ان هو يكون hidden by default. تعالى كده نعمل حاجه لطيفه هنا للاي دي. الناس مش بتحب ليه تشوف الاي دي بالشكل ده. الناس دايما بتحب ان هي تشوف الاي دي بليبل كده مختلف، ان هو مثلا ايه يكون بالشكل ده اي دي، وكمان بتحب تشوف علامة هاش كده قبل منه. فلو انا كده عملت ريفرش، انا تقريبا ممكن اكون كاتب ليبل غلط. تمام. انا كنت كاتبها ليبل غلط فعلا. بس فدلوقتي هاش اي دي بالشكل ده بقت موجودة. تمام. حتى هتلاقي كمان هي اتغيرت هنا كمان في columns. لو انت حابب ان انت تعمل فلتر، في إيه تاني انت ممكن تضيفه؟ ممكن تضيف كمان individual search، بحيث ان هو ايه لو انت عاوز تخليه يسيرش بس بشكل منفرد لكل column. فانا مثلا هضيف له is individual true، وليكن مثلا ايه انت عاوز ده يكون searchable بس يكون في نفس الوقت يكون واحد بس. فهنا هتلاقي ان هو في هنا search للتايتل. تمام. ولكن برضه هيكون searchable as a global. طيب لو انا دلوقتي عاوز اعمل disable للسيرش جلوبال واخليه بس يقدر هو يسيرش جوه التايتل بس مش اكتر من كده، فانا هروح اقول له ان ايه is global false. فمعنى كده ان انا اقدر اخليه يكون searchable على مستوى الكولوم، بس ما اقدرش اخليه searchable على مستوى التيبل ذات نفسه. يعني مثلا هنا new post اعتقد عشان موجود هنا في السلاج، بس انا مثلا دلوقتي لو انا غيرت شوية ال نيو بوست مثلا خليته مثلا ايه، بس رحت على البوست وانا كتبت لايف واير، هلاقي اللي هو مقدرش ان انا ابحث عنه. تمام. ولكن اقدر ان انا ابحث عنه فين؟ جوه الكولوم ذات نفسه. زي ما انتوا شايفين اقدر ان انا ابحث عن لايف واير ذات نفسها جوه الكولوم. بس مثلا في نفس الوقت انا ممكن اخلي الكاتيجوري نيم اقدر ان انا ابحث عنه كانديفيدوال وكمان كجلوبال ثرو كمان الاتنين مع بعض. كده لو عملت ريفرش، انا لو كتبت مثلا بي اتش بي هلاقي نفسي اللي هو باحث عن بي اتش بي والنتيجة موجودة. وهنا برضه لو عملت نفس الحوار وكتبت مثلا لارافيل، طبعا انا كتبت حاجة تانية غير لارافيل بالشكل ده، هلاقي برضه اللي هو ايه جايب لي نفس النتيجة. طيب اخر حاجة بقى في السيرش انا ممكن اعملها هو ان انا اعمل دي باونس. زي ما انتوا هنا شايفين انا ممكن اكستمايز الدي باونس الخاص بالسيرش. ليه انا بكستمايز اصلا الدي باونس الخاص بالسيرش؟ عشان اخلي المدة بتاعته اطول. يعني هو باي ديفولت هو 50 ملي سكند. طب انا مثلا لو عندي حاجة كبيرة بكتبها، مثلا كلمة كبيرة بكتبها او سنتنس كبيرة بكتبها،
فانا ممكن ان انا اخلي مثلا يبقى 750 ملي سكند، اخليه مثلا 1000 ملي سكند، اخليه ثانية او ثانيتين على حسب ما انا عاوز. وده بيتحط بشكل عام على التيبل. تمام، يعني مثلا عشان يبقى خاص بكل السيرشز الموجودة. فمثلا ممكن نخليه 2000 ملي سكند، معنى كده ان هو هيقعد ثانيتين عقبال ما يسيرش. انا اهو قعدت ثانيتين عشان يبدأ اللي هو يسيرش. طيب لو انا خليت مثلا 20 ملي سكند، الموضوع هيكون سريع جدا. لكن نعمل ريفرش. انا لو كنت كتبت مثلا اي حاجة واتلخبطت فيها، هو قال لي خلاص ان هو انت مش موجود، مفيش نتيجة اسمها او. طب يا عم انا لسه ما كتبتش حاجة. لا لا لا، مفيش لسه. فاهماني؟ الموضوع بيكون سيء جدا لو انت كان الديباونس بتاعك قليل جدا. وكمان هيكون سيء جدا بالنسبة لو انت بتعمل الديباونس بتاعك قليل عشان الداتابيز يوزج، لان انت بتهلك الداتابيز بالشكل ده. ولكن لو انت مثلا عاوز تخلي الداتابيز كويسة وفي نفس الوقت انت جبت مثلا تكون ريل تايم شوية، فانت مثلا عندك 750 ملي سكند ديباونس او مثلا 1 ثانية ديباونس، ده كده كويس جدا. في حاجة تانية برضو اللي انت ممكن تعملها، ان هو تخليها search on floor زي ما احنا عرفنا المرة اللي فاتت ان هو on floor نشيل بس search debounce دي. فممكن نخليها search on floor، وانا دفعنا تخليها ايه true. عرفنا ان search on floor اول ما انت تسيب الكتابة في الانبوت بتاعك، تمام، وتروح تتك على اي حاجة في الصفحة، يبدأ على طول عملية السيرش. مثلا انا كان نعمل ريفرش دلوقتي بقى، انسى بقى حكاية الديباونس دي خالص. مثلا اقول له انا بي اتش بي، بعد كده اعمل ايه؟ اروح اتك في اي حتة تانية في الصفحة، يبدأ على طول سيرش. جميل. بس فدي الفكرة ما بين التوجل للسورت للسيرش. بس كده. سلام.